Jaki ma tytuł? Amok. Amok. Książka. ملي كنتفرجوا في شي فيلم ولا شي سيري ولا كنقراو شي كتاب، ديما كنشوفوا الكاتب ولا السيناريست بواحد الطريقه اللي بريئه، حيت بالنسبه لنا دوك الاحداث اللي دار يا اما جابهم من الخيال ديالو يا اما وثق واحد الاحداث اللي ديجا وقعوا. ولكن في القصه ديال اليوم الكاتب ديالنا يكون في نفس الوقت هو المجرم وغادي يعاود في الكتاب ديالو على الجريمه اللي دار. قبل ما نبداو الفيديو بغيت نشكركم بزاف على السيبور ديالكم، وبغيت نقول لكم بان العائله ديالنا الحمد لله غادي وكتكبر. بغيتو تزيدوا تسيبورتيونا، ما تنساوش لايك، تابوناو، كومونتيرات، وبارطاجيو لاشين مع الناس ولا صحابكم كيعجبهم هذا النوع هذا ديال الفيديوهات. داو القصه ديالنا. الاحداث اللي غنعاود لكم عليهم اليوم وقعوا في 2000 وبالضبط في الاواخر ديال هذا العام هذا، يعني في ديال الصومبر. هاد الاحداث هادو وقعوا في الشرق ديال بولندا. القصه كتبدا ملي غادي يكون واحد 3 ديال الصياده غادي يمشيو يصيدوا، وهما في الاغلب هاد الصياده هادو ماشي زعما كيصيدوا كهوايه، ولكن كيصيدوا باش داك الحوت اللي كيصيدوه كيمشيو يبيعوه في السوق كيجيبوا فلوس اللي غادي يعيشوا بهم. ولكن في هاد النهار هذا هاد الصياده كانوا كيصيدوا عادي، ولكن واحد فيهم غادي تاتيريه واحد اللعيبه كاينه بعيد وسط الماء، غادي يبان ليه واحد الحاجه بحال شي جدع ديال شي شجره طافي فوق الماء وغادي تحصل في واحد البلاصه. وداك الصياد ملي شاف شي حاجه طافيه فوق الماء بغا يمشي يشوف، حيت الفضول ديالو بطبيعه الحال ما خلاش يجلس ترونكيل. مشى لديك البلاصه اللي غادي يقرب غادي يبان ليه شي حاجه فوق الماء ما واضحاش مزيان، ولكن بان ليه واحد الشعر. هو تخلع شويه، ما عرفش واش حيوان ولا انسان ولا ما عرفش داك الشيء. مشى كيجري رجع عند صحابو وقال لهم اجيو تشوفوا شنو شفت. ملي رجعوا لديك البلاصه هزوا واحد العصا وبحال بقاو كيحاولوا يحركوا ديك اللعيبه باش يشوفوا شنو داك الشيء. غادي يلقاو بانه انسان وباين بحال غارق تما. وديك الساعه غادي يتعاونوا بثلاثه وغادي يحاولوا يدخلوا لوسط الماء وغادي يجبدوا هذاك الانسان، غادي يخرجوه البلاصه زعما اليابسه فاش كانوا هما، غادي يخرجوه غادي يحطوه تما. غيقلبوه غيلقاو بانه بعدا مات، يعني ملي كان في الماء كان غارق. وحتى ملي غادي يقلبوا ليه يديه غيلقاو بانه في يديه كاينه واحد الكرده اللي رابطه ليه يديه اللور، وديك الكرده مربوطه ليه حتى على عنقه. يعني ملي كيحاول يحرك يديه باش يتفك كيزير على عنقه كيتخنق. دوك 3 ديال الرجال ملي غيلقاو هاد الجثه هادي غادي يتخلعوا، ولكن غادي يكلفوا واحد فيهم باش غادي يمشي لاقرب بوست ديال البوليس باش غادي يديكلاري ويقول لهم شنو لقاو في ديك البلاصه. هذاك الواحد اللي غادي يمشي من بعد غادي يرجع مع البوليس، غادي يرجعوا لديك البلاصه اللي لقاو فيها السيد غارق، غادي يهزوا الجثه ديالو وغادي يحاولوا يقلبوا في هذوك البلايص اللي دايرين بهذيك البلاصه، وغادي يشوفوها كمية يلقاو شي حاجه اللي غادي تقدر تعاونهم في الجريمه، سواء شي سلاح اللي محطوط تما ولا شي حاجه اللي متعلقه بهذاك السيد اللي لقاوه غارق. ولكن ما غادي يلقاو حتى شي حاجه. مورا ما داو للطبيب ديال التشريح وشرحوا وعطى لهم الرابور ديال شنو كاين، لاحظوا بانه كاين 3 ديال الحوايج. الحاجه الاولى هي داك السيد كان الجسم ديالو كله مضروب، فيه جرحات، فيه شي بلايص زرقين، يعني كان كيتعرض للضرب. والحاجه الثانيه هي المعده ديالو لقاوها خاويه، وحتى الامعاء ديالو ما لقاو فيهم حتى شي حاجه، يعني هذاك اللي كان كيعذبو ولا داك اللي كان محتاج زو ما كانش كيعطي ليه الماكله في ديك المده اللي كان محتاج زو فيها وحتى قبل ما يقتلو. والحاجه الثالثه هي الريه ديالو لقاوها عامره بالماء، يعني داك السيد ماشي تقتل عاد باش ترمى في الماء، ولكن ترمى في الماء حي وغرق. وديك الكرده اللي كان داير ليه ليديه ولعنقو كانت هي اللي شاداه باش ما يقدرش يحاول يخرج من الماء، وبقات تما تغرق وداك الماء دخل ليه للريه ديالو. ولكن الطبيب ديال التشريح ما لقاش لا دي ان ولا بصمات اللي غادي يعاونوهم، حيت هذاك القاتل اللي قتلو اللي رماه في الماء وبقى هذاك السيد كيترولى في الماء، مشاو كاع دوك الحوايج اللي يقدروا يعاونوهم بحال لا دي ان ولا بحال البصمات. وبحال هاد الحوايج هادو كيقدر يكون القاتل هو اللي كان ناويهم اللي دار ديك العمليه، يعني نوا رميه في الماء باش هذاك لافي ديال الماء غادي يمسح ليه هذوك البصمات اللي فيه، وحتى ديك لا دي ان دونك ملي غادي يهزوه من الماء غادي يلقاوه ما فيه حتى شي حاجه اللي غادي تعاونهم. وهذوك 3 ديال الحوايج اللي ذكرنا ديال لقاو فيه الاثار ديال الضرب ولقاو المعده ديالو خاويه ولقاو الريه ديالو فيها الماء، ما غاديش يعاونوهم في التحقيق، حيت الحاجه اللي كانت غتعاونهم هي لا دي ان والبصمات راه ما لقاوهاش. يعني هنايا التحقيق بحال بدا بواحد الطريقه اللي ما مزياناش. البوليس شنو غادي يديروا؟ خاصهم يعرفوا اولا شنو هي الهويه ديال ديك الضحيه اللي تلقات، شكون هو. غادي يمشيو غيقلبوا في هذاك السجل ديال الناس اللي تجلاو مؤخرا والعائله ديالهم جات ديكلارات عند البوليس. يعني كيكون واحد التصاور كيكونوا في الجامعات ولا في لي بوست ديال البوليس كيكونوا معلقين اللي كيقولوا بان هذا الشخص اللي معلق راه تجلى مثلا هذه المده ديال شهر ولا شهرين. ملي غيمشيو يقلبوا في دوك اللوائح غادي يلقاو هذا السيد اللي لقاوه مقتول، وغيلقاو السميه ديالو داريوش ياشينيفسكي. وهذا داريوش كان في عمره 30 عام، والخدمه ديالو هي
كان مدير في واحد الشركه ديال الاعلانات، وكيصاوبوا مثلا حتى شي فيديو الا بغيتي ديروا في اشار ديالك، يعني متكلفين باي حاجه متعلقه بالاشارات. وهذا داريوش كان هو المدير ديالهم، واخا لاج ديالو كان مازال صغير شويه، كان يلاه في 30 عام، ولكن كان واحد الانسان اللي ناجح في حياته. وحتى ملي قلبوا في لونطوراج ديالو وسولوا الناس اللي كيعرفوه، صحابو، العائله ديالو ولا الناس اللي خدامين معاه في الشركه، غادي يلقاو بان داريوش كان واحد الانسان اللي ظريف متواضع، ما عندوش شي علاقه مع شي حاجه ديال الاجرام ولا كيدخل في شي حاجه غير قانونيه، يعني واحد الانسان اللي ترونكيل في الحياه ديالو، وما كاينش شي سبب اللي غيخلي شي واحد اللي غيشد فيه حسيفه وغادي يجي يقتلو بهذه الطريقه هذه. وهنا البوليس واخا كانوا كيديروا البحث ديالهم، كانوا ديما كيخرجوا بيديهم خاويين حيت ما كيلقاوش شي حاجه اللي غادي تقربهم ولا اللي غادي تبين لهم القاتل شكون هو. يعني مورا 6 شهور ديال الخدمه والبحث ما غاديش يبقى يعطي لهم نتيجه. هنايا الدوسي ماشي غيتسد، ولكن بحال قلتي ما كيبقاوش عاطين ليه واحد الاهميه كبيره. ولكن واحد الحاجه اللي كانت زوينه في البوليس البولندي هو القضايا اللي ما تحلوش ما كيبقاوش كيهملوهم بزاف، ولكن من واحد المده كيعطوهم لواحد المحقق جديد اللي كيعاود يشوف هذيك القضيه، كيحاول يشوف دوك الادله اللي لقاو، وكيحاول يدير واحد المراجعه باش يشوف واش هذاك المحقق اللي كان قبل منه واش غفل على شي حاجه ولا ما ردش البال لشي حاجه. حيت كما قلنا في الجرائم كيكونوا ابسط الحوايج كيوصلوك لديك القضيه اللي كنتي كتقلب عليها، ولا غفلتي عليهم غادي تلف الطريق وما غاديش تلقى المجرم. ومورا ما دازت عامين على الجريمه، يعني في عام 2003 غادي تعطى القضيه لواحد المحقق جديد اللي سميتو ياتسيك. هاد ياتسيك كان واحد المحقق اللي مولوع بهذا الشيء ديال الجرائم، والخدمه ديالو كيديرها عن حب وعن جداره. يعني ملي كيكون كيقلب على شي قضيه بحال كيقلب على شي قضيه اللي شخصيه بالنسبه ليه هو، وبحال شي واحد اللي من العائله ديالو اللي وقعت ليه ديك الجريمه. يعني ديما كان كيحاول يلقى المجرم، وفي هاد القضيه دي بالضبط كان مهتم بها بزاف، حتى في ديك الساعه في بولندا هذه القضيه كانت منتشره والناس ديال بولندا كلهم عارفينها. وباش غادي يبدا الخدمه عليها كما قلنا داك الروتين ديال الخدمه ديالهم هو كيرجع يشوف الدوسي ديال القضيه وكيحاول يقلب على شنو كانوا لقاو دوك المحققين اللي قبل منه ودوك الدلائل اللي كانوا لقاو. وهنايا غادي يبان الفرق ما بين المحقق ياتسيك وما بين المحققين اللي كانوا قبل منه. حتى ياتسيك غادي يرد البال لواحد الحاجه اللي كانت مختلفه شويه على الحوايج اللي كانوا تذكروا بحال البصمات ولا لا دي ان. غادي يرجع قبل ما توقع هذيك الجريمه وغادي يحاول يشوف شنو كان واقع تما. ومن بين الحوايج اللي غادي يعاونوه هو الشهاده ديال مامات داريوش. غادي تقول مامات داريوش باللي في واحد النهار ديال 13 نوفمبر 2000 غادي تقول مامات داريوش بانه في هاد لادات ديال 13 نوفمبر العام ديال 2000 يعني قبل ما يتجلى ولدها بشي شهر صونا واحد التليفون في الشركه ديالهم. وقبل ما ندويو على الشهاده اللي قالت ماما داريوش خاصنا نعرفوا شنو هي الخدمه ديالها. الخدمه ديالها هي كانت محاسبه في الشركه فاش كان داريوش هو المدير، يعني كانت هي المحاسبه ديالو. وفي واحد النهار غادي تجيهم واحد لابيل للبيرو ديال الشركه وغادي تجاوب عليه مامات داريوش وغادي يقول لها واحد السيد بلي بغى يطبع واحد اللوحات اعلانيه ولا دي بانو بوبليسيتير اللي غادي يديرهم في ديك الشركه ديالو، ولكن ما بغاش يتدخل ليه شي واحد في هذه القضيه هذه وبغى يدوي مع داريوش منو ليه زعما ما يكونش شي وسيط بيناتهم. ماما داريوش بلا ما تفكر في هذه القضيه هذه ولا تحاول تلقى لها شي تحليل عطات ليه النمره ديالو وهو غيقطع التليفون قبل ما يقول لها لا السميه ديالو ولا فاش خدام لا سميه الشركه ديالو، يعني ما عطى لها حتى شي معلومه عليه نهائيا. ومورا هذا الشيء غادي يرجع داريوش للبيرو ديالو وغادي تسول امو غتقول لي بانه راه صونع عليك واحد السيد واشنو قال لي راه عطيت ليه النمره ديالك باش يدوي معاك. غادي يقول لها هو بلي راه دوا معايا وتفاهمت معاه على ودي الثمن وعلى كل شيء وصافي غيتسالى الموضوع ديالهم هنايا. وهذه غتكون هي اخر مره غادي تشوف فيها ولدها. وحاجه اخرى اللي رد لها المحقق البال هي التليفون ديال داريوش ما تلقاش معاه اللي تلقات الجثه ديالو في الواد. والمحققين اللي قبل من هاد ياتسيك كانوا كيقولوا بان التليفون يقدر يكون يا اما غرق في الواد يا اما داك المجرم هزو ورماه ولا حرقه ولا المهم غادي يكون تخلص منه. ولكن ياتسيك غادي يكون عنده راي اخر، غادي يقول بان التليفون يقدر يبقى عند المجرم، يقدر ما يكونش باعو، يقدر يكون محتفظ به. ومن حسن الحظ ديالو غيلقى بان الام ديال داريوش بقات محتفظه بالابواط ديال التليفون واللي فيها غادي يلقاو واحد الكود ولا واحد الرقم اللي غيقدروا يتبعوا به التليفون اللي هو الاي ام اي اي. هذا الكود هذا يقدر يخليهم يعرفوا التليفون واش مازال خدام ولا لا. هو بغى يجرب الحظ ديالو ويشوف واش هذه القضيه تقدر تصدق ليه ولا لا. دونك ملي تبعوا هذا الكود هذا لقاو بان التليفون مازال خدام وغادي يمشي يقلب على الناس اللي كيستعملوه دابا ولا داك الشخص اللي كيستعملوه دابا لقاه ولقى بان الكود داز عند 4 ديال الناس في هذه المده هذه ديال عامين. يعني 4 ديال الناس بقاو كيبيعوا كيشريو فيه توصل لاخر واحد فيهم وبقى متبعهم بالعكس حتى وصل لاول واحد شد التليفون مورا موقعات الجريمه.
هذا الشخص هذا غيلقى بان التليفون شراه تقريبا ب 3 ايام مورا ما وقعت الجريمه، وباعوا ليه واحد السيد في واحد السيت في الانترنت. داك السيت مثلا بحال افيتو ولا بحال ماركت بليس، لي سيت اللي كتبيع فيهم الحوايج اللي ما بغيتيهمش. فهاد السيت هذا داك السيد كان كيقلب على تليفون وغيلقى واحد لانونس كتقول بان واحد التليفون باغي يبيعو شي سيد ب 1000 درهم، وتقداه عادي وكمل حياته بحال ما وقعت حتى شي حاجه. ونهار ما بقاش محتاج داك التليفون راه باعو وبقى كيتباع من شخص لواحد اخر. محقق الشخص المهم ليه هو اول واحد شرى التليفون من داك السيت، وملي رجعوا لداك السيت لقاو بان لانونس مازال محطوطه، ولقاو بلي السيد اللي حط ديك لانونس داخل بالسميه ديال كريسب 7. المهم تبعوه هما هذاك الدوسي ديال داك السيد في داك السيت، ولقاو بلي السميه الحقيقيه ديالو هي كريستين بالا. هنا المحقق بدا كيرتاح شويه حتى بدا كيحس بانه قرب للمجرم اللي قتل داك السيد ورماه في داك الواد. المحقق حاول يقلب على الهويه ديال هذا الشخص هذا بلا ما يقرب لونطوراج ديالو، ولا سول العائله ديالو ولا شي ناس اللي قرابين ليه، حتى الا سولهم غادي يوصلوا ليه الهضره وغادي يحس بانه كاينه شي حاجه ويقدر ما يلقاوهاش. غادي يلقى بانه في عمره 30 عام كما قلنا سميتو كريستين بالا، والخدمه ديالو هو كاتب روائي، يعني كيكتب روايات وكيكتب بعض المرات حتى شي كتب على شي مواضيع اخرين من غير الروايات. المحقق غادي يقرر يشري اخر روايه حطها الكاتب هذا غير فضول منه باش يعرف مثلا شويه من الشخصيه ديال هذا الكاتب هذا ولا يعرف الطريقه ديال التفكير ديالو. المهم اللي بدا كيقرا داك الكتاب غادي يلقى بان في هذا الكتاب اللي سميتو اموك كيعاود على واحد الجريمه ديال القتل، ولكن الفرق اللي كاين هو ان هذا الكاتب اللي كان كيعاود كتحس من الطريقه اللي كيحكي بها على الاحداث بحال كيتمتع هو كيقولهم بواحد التفاصيل ديال واحد الانسان اللي دار ديك القضيه وجا كيعاود عليها، ماشي غير تخيلها في دماغه. وفي هذا الكتاب هذا كان كيعاود على واحد البطل سميتو كريستين على السميه ديالو هو شخصيا، يعني شد السميه ديالو ويستعملها في هذا الكتاب كبطل. وهذا البطل كان بحال قلتي واحد الانسان اللي خارق للعاده، ما كيقدر حتى شي واحد يحبسه لا قانون لا حتى شي حاجه، فهمتي؟ واحد الانسان اللي يونيك بحال شي سوبرمان. غير هو هذه الشخصيه اللي في هذا الكتاب من بعد واحد المده غادي يتعرف على واحد البنت سميتها ماريا وغيبقى يعيش معها واحد المده، ولكن من بعد غيكتشف بانها كتخون مع واحد الشخص، غادي يشدها وغادي يخطفها وغادي يديها لواحد الدار ديال والديه اللي ما كان كيعيش فيها حتى شي واحد، وتما غادي يبقى يعذبها واحد الايام طويله، يخليها بلا ماكله وبقى كيعذبها، وفي الاخر شد واحد الموس وبقى كيضربها حتى مات. وملي سالا شد هذاك الموس ويبيعوه في واحد السيد. يعني الا جيتو تقارنوا الاحداث اللي وقعوا في هذيك القضيه ديال داك السيد اللي تلقى في الواد والقضيه ديال هذه القصه هذه، غتلقاو بانه كاين واحد التشابه. ونزيد واحد الحاجه اللي غتقربكم بزاف من الصوره، هي ان ديك السيده اللي خطفها وحطها في ديك الدار كان دير لها حتى هي واحد الكرده في يديها رابطهم من اللور، وديك الكرده نفسها رابطها لا على عنقها. الا تفكرتوا شويه غتلقاو بان هذا الشيء بالضبط هو اللي لقاوه عند داك السيد اللي تلقى في الواد. وهنا المحقق بدات كتوضح ليه الصوره اكثر، وبدا كيبان ليه بان هذا السيد هذا هو المجرم، يعني ما فيهاش شك. ولكن لحد الان مازال الدلائل اللي كيتلقاو هما واحد الادله ظرفيه اللي كنقدروا غير نستنتجوا منهم الحقيقه، ولكن ماشي كيعطونا واحد الادله اللي حتميه اللي كيدلوا على ان داك السيد هو المجرم. هنا المحقق غادي يقرر يمشي يقلب على كريستين باش غادي يجيبو يحقق معاه حتى الشك ديال واش انه مجرم ولا ماشي مجرم ولا مرتفع بزاف تقريبا، ولا كيشك بانه 90% هو المجرم اللي دار ديك الجريمه. ولكن المشكل اللي غادي يلقى والمجرم ما غاديش يلقاوه حتى في عام 2021 مور ما داز تقريبا غير واحد نقولوا غير ايام مور ديك الجريمه ديالو، سافر من بولندا ومشى خرج. والمشكل اللي يوقع هو الدلائل اللي كانوا لقاو اللي قلنا دلائل ظرفيه ما عندهمش واحد القوه اللي غيخليوهم يديروا واحد البحث ولا واحد المذكره دوليه باش غادي يشدوه. وحاجه اخرى هي المحقق ما غاديش يقدر يمشي عند العائله ديالو ولا صحابه، حيت كما قلنا الا سولهم غادي يوصلوا ليه الخبر ويقدر ما يعاودش يرجع لبولندا مره اخرى. يعني المحقق حاول يصبر واحد شويه، قالوا بما انه خرج من بولندا راه غادي يرجع، حيت كيظن بان القضيه مازال مكالميه وديك الجريمه راه ما وصلوا فيها حتى شي حاجه ومازال الدوسي ما عطينيش وقت، يعني وصل واحد الوقيته الدوسي غادي يتسد وهو غادي يعيش حياته عادي. ومع العلم في هذه الوقيته هذيك الروايه ديالو اللي سميتها اموك راه منشوره وبدات كتباع والناس بداو كيشريوها، ولكن هو خرج من بولندا، يعني عرف بانه واحد الوقيته غادي يلقاوه وغادي يشدوه. داكشي علاش خدا داك الاحتياط ديالو. ولكن من بعد واحد الاعوام وبالضبط في عام 2005 في واحد من المطارات ديال بولندا غادي يشدوا واحد جواز سفر اللي فيه السميه ديال كريستين.
البوليس ديال المطار غادي يشدوه وغادي يقدموه للبوليس، وبالضبط المحقق ياتسيك باش غادي يبدا معاه التحقيق ديريكتومون مورا ما شدوه. ولكن مورا ما شدوه وبداو معاه التحقيق، كريستيان غادي يصمكا عليهم، ما غاديش يبغي يجاوبهم على الاسئله ديالهم، وحتى ملي كان كيجاوب بواحد الطريقه ذكيه اللي ما كيخلي لهمش شي ثغره منين يشدوه ولا شي حاجه اللي غتثبت عليه ديك التهمه. بقاو مع البوليس واحد المده اللي طويله، ولكن من بعد غادي يبداو يعياو حيت النتيجه ديال داكشي اللي كيحققوا معاه مازال ما بغات تبان، حيت السيد ما بغاش يجاوبهم اصلا على الاجوبه ديالهم، وكيبقى يجاوبهم بواحد الاجوبه اللي ما عندها حتى شي معنى. ولكن في الاخر ديال هادشي كله واحد البوليسي غادي يطيح عليه على راس واحد السؤال، وغادي يقول ليه فهاد الجريمه هذه اللي درتي واش كنتي بوحدك ولا كنتي كتعاون شي واحد اخر. ولكن غير غادي يقول ليه هاد القضيه ديال كنتي كتعاون شي واحد اخر بحال غتحرك فيه شي حاجه في الشخصيه ديالو، وما رضاش يقول لي هذيك القضيه. قال لي انا اللي درت الجريمه بوحدي، وانا اللي قتلته، وانا اللي رميته في الواد، ويسكت. هنا البوليس كلهم فرحوا حيت اعترف لهم بالجريمه، وداكشي اللي كيقلبوا عليه من الاول. ويلا بغاو يزربوا عليه، جابوا ليه داك المحضر ديالو باش يسني عليه. يعطيك ما غاديش يسني لهم على المحضر، غادي يبدا يغوت وغيبدا يدير شي حركات اللي في شكل، وغادي يقول لهم عيطوا لي على طبيب. هنا ما قدروش يكملوا معاه في التحقيق، وجابوا ليه طبيب لذاك البيرو فاش كانوا كيبحثوا معاه. ولكن داك الطبيب غادي يقول لهم بان هذا السيد راه ما مالو حتى شي حاجه، وغتقدروا تكملوا معاه التحقيق عادي، راه غير يقدر كيتفلى عليكم ولا ما بغاش يكمل هذا التحقيق هذا. غير هو ملي غادي يجيو يكملوا معاه وعطاو ليه داك المحضر، غادي يقول لهم بانني ما درت حتى شي حاجه من هذا الشيء، وانا ما قلت لكمش بانني انا اللي قتلت داك السيد، وما اعترفت لكمش اصلا بحتى شي حاجه. يعني نكر كاع داكشي اللي كان قال، وبحال داكشي اللي قال ضربوا لهم في الزيرو، حيت المحضر هو اللي عليه كلشي. خاصو يسني على داك المحضر اللي فيه الاقوال ديالو عاد باش كيتاكدوا بانه صافي اعترف وسال الاعتراف ديالو باش يقدروا يقدموه للمحكمه. ولكن الحاجه اللي مزيانه مورا ما شدوا كريستيان ما بقاش عندهم داك المشكل ديال غادي يحققوا مع العائله ديالو ولا صحابو، غادي يوصلوا ليه الخبر ومن تما غادي يهربوا، ما غاديش يعاودوا يلقاوه. دابا راه بين يديهم وغيقدر يحقق كما بغى، سواء مع العائله ديالو ولا حتى مع الناس اللي كيعرف ولا اللي كيتحتك معاهم في الخدمه ديالو. ملي غيبدا المحقق الخدمه ديالو غادي يقولوا ليه بان كريستيان واحد الانسان اللي فيه التكبر وفيه النرجسيه بالضبط. يعني كتبان الشخصيه ديالو بحال قويه، ولكن هو الشخصيه ديالو ضعيفه وغير انسان نرجسي كيعجبو راسو بزاف. والعائله ديالو عاودوا ليه شويه على الماضي ديال كريستيان، قالوا ليه باللي في عام 1995 ملي كانت عنده بالضبط 23 عام تعرف على واحد البنت سميتها ستاشا. هاد ستاشا مر واحد المده قدر يقنعها بان الشخصيه ديالو قويه، انسان زوين، انسان اللي كيقدر يتحمل المسؤوليه، وقدر يقنعها باش يتزوجوا بزوج. ملي تزوجوا هنا كريستيان غادي يبين لها داك الجانب النرجسي ديالو، غادي يولي يتعامل معها خايب، وغادي يولي يخونها مع شي بنات اخرين، ومن غير انه كيخونها ما كيخبيش هذا الشيء، كيجي كيقولوا لها في وجهها وكيهددها، وكيقول لها مثلا الا كانوا في شي نقاش وما قدرش يفرض الراي ديالو كيضربها. واخا كريستيان وستاشا مورا واحد المده ولدوا واحد الدري، بقاو بيناتهم داك الصراعات وداك الصداعات، وبقى ديما كريستيان مكمل في هذاك الحماق ديالو وما بغاش نهائيا يتراجع. صافي هنايا ستاشا غادي تعيا وغادي تطلب منه الطلاق، غادي تطلق منه وغادي يتفارقوا. ومرة ما تفارقوا كريستيان عاد باش ما زادت هذيك النرجسيه ديالو، حيت بالنسبه ليه هو حسن من كل شيء، واي بنت بغاها غادي تخضع ليه، ومنهم 16 حيت ملي تزوجها راه حيت هو بليزير منه بغى يتزوجها، ماشي واحد العلاقه زعما اللي كتكون تكامليه، كيكون هو داك الفرد المسيطر وهو اللي كيبغي يفرض راسو في ديك الشخصيه. يعني هي ملي تطلقات منه راه هي اللي فيها المشكل ماشي هو. هادشي اللي غادي يخليه ديما غيبقى يتعرض لها في الطريق، ديما غيبقى يهددها وكيقول لها بانك الا مشيتي تتزوجتي بشي واحد اخر راه غادي نقتلك وغادي نقتلو حتى هو. ومرة ما غادي يتشد كريستيان القصه ديالو غادي تعرف في بولندا، حتى الكتاب ديالو غادي يولي معروف وغادي يوليو الناس كيشريوه. ولكن كريستيان كان النيه ديالو انه ملي تشد في المحكمه يقدموا هذاك الكتاب ديالو من بين الدلائل اللي لقاو، باش هكا غادي يخرج للاعلام وغادي يقول لهم بان هذه المحكمه ظلماتني وقدمات الكتاب ديالي من بين الدلائل، واخا هو غير من وحي الخيال وما عنده حتى شي علاقه مع الواقع. يعني هذه المحكمه هذه طريقه باش كتخدم ماشي بروفيسيونيل، وبغاو يلصقوا فيها الجريمه هذه واخا ما عندي بها حتى شي علاقه. ولكن المحكمه عرفات بانه غيدير هذا الشيء وما استعملوش نهائيا الكتاب ديالو من بين الدلائل، يعني حيدوه على جنب وبداو كيخدموا بالحوايج الاخرى اللي لقاو. وهنا كريستيان صافي غيتشد حيت كثروا عليه الدلائل، واخا كما قلنا دلائل ظرفيه ولكن ولاو بواحد العدد كبير. يعني هنايا بالمختصر المفيد ولا كريستيان هو المجرم اللي دار ديك الجريمه. واول دليل لقاو عليه هو الكونت اللي كان باع فيه التليفون لهذاك السيد مورا ما دار الجريمه غير ب3 ايام.
وثاني حاجه هي ديك البطاقه ديال داك الهاتف العمومي اللي كنستعمل ولا ديال التيليبوتيك اللي كانوا لقاوه مصوني بها على ماما داريوش وحتى العائله ديالو وصحابه. يعني كانت واحد العلاقه ديال الربط ما بين هاد 4 ديال الحوايج اللي هما كريستن. يعني كريستن هو مول ديك لاكارت. ثالث حاجه هي الشهاده ديال مرات كريستن اللي عاودت لهم على الحياه ديالها معاه وحتى على مورا موقعة الجريمه. والحاجه الرابعه هما الحوايج اللي لقاو في الدار فاش كان كريستن حاط داريوش اللي هي الدار ديال والديه، تما فاش كان كيعذبوا وتما فاش لقاو شي حوايج ديالو، واحد الكارت فيزيت كان عطاها ليه داريوش وشي تريكويات كان عطاهم ليه خاصين بالشركه ديال داريوش. وهادو في علم الجريمه كيتسموا الكرايم تروفيز، كيحتفظ بهم المجرم كيبقى يتفكر هذاك الانجاز اللي كان دار وبانه قتل واحد السيد والبوليس ما قدروش يوصلوا ليه، وهذيك الجريمه ديالو كانت مثاليه. وسادس حاجه هي صاحب كريستن اللي غادي يقول لهم بانه في راس العام اللي كانوا كيحتفلوا كريستن كان شرب بزاف وما بقاش عارف اش كيقول، وقال لي بانني انا اللي قتلت داريوش ورميتو في داك الواد. وهاد الحوايج هادو كانوا كافيين باش انهم يثبتوا التهمه على كريستن وغادي يحكم عليه القاضي ب 25 عام. وفي هاد لا بيريود هادي كريستن ملي غيخرج غادي تولي عنده 60 عام. واخا هكاك ملي كان وسط الحبس كان ديما كاين في بانه هو اللي دار الجريمه وبانه ما عنده حتى شي علاقه بهذا الشيء غير ظلموه. والكتاب ديالو اموك تعرف بزاف كما قلنا وحقق بزاف ديال المبيعات. يعني كريستن ملي غادي يخرج من الحبس غادي يلقى بانه واحد الثروه كتسناه في البنكه غير بسبب الكتاب ديالو اللي كان كيتباع عليه. واخا هو في الحبس كان كيقول لهم بانني ما عندي حتى شي علاقه بهذيك الجريمه. وهنا غادي تكون سالت القصه ديالنا. الناس اللي وصلوا لهذا البارتي في الفيديو ما تنساوش تكتبوا لي في لي كومونتير برنامج قاتل باش نعرفكم انتريستي بهذا البرنامج هذا، وكا غنزيد لكم جرائم اكثر وجرائم اللي ما غاديش يكونوا منتشرين بزاف في الويب ولا في يوتيوب. تهلاو.